ريهام، ايه اللي حصل فيه؟ مفيش حاجه، ما ينفعش تسيب انكل ممدوح كده. مش وقته. ناديه كويسه؟ ناديه في المستشفى، ارتحت كده؟ لا طبعا ما ارتحتش. حصل لها ايه؟ ماجدة قالت لي انها في غيبوبه. انا السبب. انا هنزل معاكي مصر حالا. انت اتجننت؟ ازاي تنزل معايا مصر؟ انت لو نزلت معايا مصر ده هيخلي بابي يعند، انما اللي حصل لناديه دلوقتي ده يقوي موقفكم جدا. انت عارف كويس ان انا متعاطفه معاك وان انا مش زي اخواتي. اعقل كده واقعد هنا وانا هروح اطمن عليها وهطمنك، صدقني انا بتكلم في مصلحتك. هطمن عليها واطمنك. ايه اللي انت لابسه ده؟ تشغليش بالك، افتحي بقك بس عشان رز بلبن. لا كفايه بقى رز بلبن. برافو، طب ما انت شاطره اهو، عشان السكر برضه. انا عاوزه مهلبيه. يا نهار اسود، انا لسه بقول لك كفايه عشان السكر. يا ستي ده احنا لو حللنا لك هنلاقي هتلاقي ايه بقى؟ هلاقي دمك زي العسل يا عسل. بص اسمع بقى، انا جتتي مش مستحمله تحاليل ولا شكشكه حقن. انا خلاص زهقت من القعده هنا وعايزه اروح. حاضر هنروح بس نطمن عليكي. وانا مين اللي يطمنا عليكم وانا قاعده القعده المهببه دي؟ انت يا واد بتجيب فلوس مرض منين؟ بتقضى يا ماما، بتقضى، ما تشغليش بالك. لا انا خلاص، انا مش عايزه اقعد هنا. انا بقيت زي القرد اهو وصحتي احسن من صحتك 100 مره. هنمشي من هنا، افتحي بقك باخد الرز بلبن. لا انا قلت لك عايزه مهلبيه. برافو عليكي، برافو عليكي يا حبيبتي. عرفتي ليه انا لابس الملايه؟ كتر الف خيرك. انا عايزه امشي، عايزه اروح. يا ستي استني، لينا بيت نتلم فيه. لينا اصبري اصبري. انا شايفه ان ده مش وقت مناسب خالص. ده اول مره اتعرف فيها على العيله، يبقى في ظرف زي كده. بالعكس بقى، ده هو ده الوقت المناسب. موضوع النادي ده جه في مصلحتك على فكره. هو انت ايه اللي بتقوله ده؟ مصلحتي ايه؟ فرصه يعني تتعرفي على اهله اكتر وتبقي وسطهم وجنبهم. مش هو ده اللي انت عايزاه يا عبيطه؟ بالظبط يا مازن، ده بالظبط اللي انا عايزاه، بس بطريقتي انا، باسلوبي انا، لا بطريقتك ولا باسلوبك ولا بالنتائج اللي انت عايز توصل لها. هو انت امتى يا مازن هتتغير وتغير طريقتك وتفكيرك ده؟ اسلوب ايه يا بنتي؟ اسلوب ايه اللي انت بتتكلمي فيه؟ واحده غيرك المفروض تبقى واقفه جنب جوزها في الظروف اللي زي دي، مش جايه تهري معايا في اي كلام. هو مازن لا يعرفني ايه الواجب وايه المفروض؟ يا حبيبي انا هعمل كده فعلا بس بدافع الحب، مش عشان اعمل استعراض ولا عشان اكسب نقطه عند عيله فضل الخولي. وبعدين يا مازن انت لازم تبقى عارف ان انا فاهمه كويس قوي انك كنت بتزقني من زمان في طريق كريم عشان غني، بابا ملياردير. انت اتجننتي ولا ايه يا رشا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش كريم ده هو اللي انت قلتي لي عايزاه؟ عشان فعلا انا عايزاه وبحبه، ومش علشان خاطر فلوسه خالص يا مازن. مازن ارجوك، احنا دلوقتي لوحدنا، مفيش حد من عيله كريم معانا، يعني انت لازم تصدقني بجد. على العموم انا هاخد بعضي بكره اروح لكريم، بس بعد ما المولد ده يتفض خالص، وهبقى بعمل بواجب بجد، مش نمره وبكسبها. في الدخله وفي الخارجه فلوس فلوس فلوس. يا مدام اهدي شويه، مفيش داعي للكلام ده. بكل بساطه لو حضرتك عندك اي اعتراض ممكن تاخدي الحاله وتمشي، بس احنا مش مسؤولين ايه اللي ممكن يحصل لها. هو ده اللي انت قدرت تقوله لي؟ يعني انت دلوقتي بتخيرني لا ادفع عمياني لا تفول عليها قدامي. حرام عليكم بجد، من فضلكم حد يطمني، انا شايفاها كويسه. هي بقت كويسه بس ممكن يجي لها غيبوبه فجاه. غيبوبه؟ غيبوبه لما تسكتك. يلا بيت يا مروه يلا. برضه يا عبد الله تسيبها ازاي كده؟ اسيب ايه يعني؟ امسكها ازاي عماله تلطش فيا؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ لو اخدتوها ومشيتوا من هنا هتبقى على مسؤوليتكم. وانت لو حصل لك انت بقى حاجه هتبقى مسؤوليه مين؟ ها؟ مسؤوليه مين؟ ايه ده يا وحش؟ ايه ده يا وحش؟ ماما ايوه ايوه حبيبتي سامعاني؟ انا في النايت اهو اهو. ايوه قلت لهم يا ماما على كل اوصافه، محدش عارفه هنا، وهي كمان ما جاتش اصلا النهارده. شفتي بقى انت ظلمتيه ازاي؟ هيكون راح بيها فين يعني؟ اكيد متجوزها واخد لها شقه مفروشه.
تقب بتغطس تجيبهولي. متجوز ايه بس يا ماما؟ انت مدياله اكبر من حجمه. مين؟ بابا؟ يا ستي ده يا دوب يعرف يتناقر معاكي. ده ما بقول لك ايه، ما اسمعيش كلام البومه اللي جنبك دي، انا فاهم كويس الكلام ده. ها؟ بقول لك ايه ماما، انت ظلماه في الموضوع ده وجيتي عليه قوي في موضوع الخناقه ده والفضايح، وكان شكلكم وحش قوي في قلب المعرض، انتوا كبرتوا على الكلام ده. بقول لك ايه، انت تخليكي بايته معانا النهارده يا ماما عند سمر. ها؟ عامل يا ستي خاصيه، عامل والله. اول ما يكلمني انا هتجيلي رساله وانا هكلمك. طيب يا حبيبتي، باي باي يا فوفا. باي ايه؟ ما تقفلش السكه. قفل الكلب. طب ايه قال لك ايه؟ بعدي عن وشي دلوقتي، انا لازم اروح للمدعوقه امان. كامل هيخلص لفته واكيد هيروح يقعد عندها، ومش بعيد يكون هو اللي مأجر لها الشقه علشان يخلص لفته كل يوم ويعدي عليها ويقعد مع الهانم بتاعته. وطبعا اماني كلبه هتحط في بقها جزمه قديمه وتخرس. ماشي، بس برضه انا مش عايزاكي تروحي بالسهوله دي، مش من اولها كده. لازم يتعب ويشقى ويتلود لحد ما انت ترضي عنه. اتقلي كده وتعززي، اعملي معاه زي ما انا عملت مع هشام. صحيح، انت ازاي تنزليني من عندك قفايا قمر عيش؟ ماشي يا سمر، انا اخلص بس من موضوع عمك كامل وهفوقلك. انا ما بنساش حاجه، كله متستف. طب ماشي، اخلصي بس والنبي من موضوع عمي الاول، وبعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. اقول لك على حاجه، بيوقفينا كلنا كده طابور ولسوعينا بالخرزانه، انا واماني ورباب. هي مش اسمها رباب باين؟ تاخد في وشها كده 60,000 جنيه؟ يا اخي 60 عفريت يركبوها. ده انا ببقى واقفه قدامه مسلوقه من السخونيه وما يهونش عليه يوديني للدكتور، بيديني قرص ريف. يا عيني يا طنط، ده انت طيبه وغلبانه قوي والله. شفتي بقى؟ عشان كده لازم تسمعي كلامي، عشان كده لازم تفضلي هنا عشان يعرف قيمتك، تباتي عندي. لا 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 لا، انا ما باتش بره بيتي ابدا. يا سلام، امال عايزه تعملي ايه؟ تروحي هناك والفكر يقعد يودي ويجيب فيكي؟ لا، خليكي بايته عندي، انا هجيب لك حاجه تلبسيها. 60,000 جنيه يا كامل؟ والله يا ريتها تيجي على قد ال60,000 جنيه بس. المشكله الحقيقيه بقى في اللي ورا ال60,000 جنيه. يعني ايه؟ اللهم اخزيك يا شيطان. الشيطان يا طنط بيوسوس لي بفكره كده وانا خايفه اقولها لك، لا تخرب بيتك وتخرب بيوتنا كلنا. سكه العوج دي ما بتعجبنيش يا سمر، خليكي دغري وقولي لي عايزه تقولي ايه. ده انا يا طنط في فكره في دماغي كده بقالها فتره، بس انا ما قلتهاش لحد خالص، ما نطقتهاش ولا قلت حتى لهشام. بس لما ظهر بقى موضوع ال60,000 جنيه ده، الفار رجع يلعب في عبي من تاني. فانا هقول لك، هو احنا ايش درانا ان فضل الخولي ما اداش عمي كامل حقه كله زمان؟ عشان كده فضل الخولي مصمم انه قسم قسمه العدل. ما شكتيش انه واثق قوي في كلامه؟ ما شكتيش ان عمي كامل يكون خد الفلوس كلها وكمر على مبلغ تقيل وجاي يقول لك انه مظلوم وان فضل الخولي ضحك عليه؟ لا، انت الظاهر عايزه تروحي العباسيه.